النهارده هعمل برام رز معمر. عندي كده نص كيلو لحمه بلدي. هسخن الحله على النار جامد، وبعد كده هحط عليها اللحمه تاخد صدمه من غير اي حاجه، من غير ولا زيت ولا سمنه ولا حاجه. بعد كده هقلبها على الوش التاني، وبعد كده هقطعها. اللحمه هسويها على 3 مرات. وعندي كده بصل مقطع صغير. هحط كده حته سمنه على النار وشويه زيت، وهنزل عليها باللحمه. ودي كده تاني مرحله لتسويه اللحمه. التالتة بقى في البرام مع اللبن. هقلبها كده، احط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وبعد كده احط عليها البصل وهسيبه لما يغمق شويه. هفضل كده اقلب لحد ما لونه يتغير كده. هحطه كده في قعر البرام. والبرام الصغير ده لاخويا اللي ما بيعجبوش العجب، مش بحبش الرز متسوي بلبن، هسويه بميه لوحده. هسويه كده في قعر البرام. دول كوبايتين رز مغسولين ومنقوعين. احط كده الرز على اللحمه، بعدين بقى هعمل الوش البرام نفسه. هحط 3 معالق كريم شانتيه خام خام، يعني من غير سكر، هجيبه من عند العطار. وبعد كده هحط عليه كوبايه لبن متلجه. انا اخده كوبايه لبن من التلاجة وحطها في الفريزر حوالي 4 ساعات، يعني الكتل دي كده كتل تلج. هضرب فيه لحد ما قوامه يتقل، وهحط عليه كده معلقتين قشطه كنت محوشاها. هقلب كويس وهكمل ضرب تاني. تقل معايا شويه كده. هجيب بقى كوبايه ميه على النار، احط عليها مرقه وشويه ملح وفلفل. الملح معلقه ونص، لان انا خدت شويه من الرز حطيته في البرام الصغير، وعامله حساب برضو ان المرقه فيها ملح. كوبايه الميه هحط عليها زي كوبايه ونص لبن كده. وهتابعه لحد ما يغلي. اول ما يغلي هطفي عليه عشان ما يفرش، وهحط كده شويه زيت، وهبتدي احطه على البرام. المعيار مظبوط بالظبط. وهحط كريم شانتيه بالقشطه على الوش كده. هولع بقى الفرن والشوايه مع بعض، وافضل متابعاه لحد ما يعمل الوش اللي عندي ده كده. وبعد كده هطفي الشوايه وهسيب الفرن شغال على نار متوسطه تقريبا نص ساعه. الرز مفلفل خالص، واللحمه بقى اللي في القعر مستويه جامد، لان انا مسويها على 3 مراحل. بس كده.